السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتكم حكيمه في مدريد. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا نتوما وليداتكم وعائلات ديالكم. اليوم فيديو جديد ان شاء الله، وصفه جديده ولكن هذه المره وصفه للكوتي، شي حاجه طوب البنات كتجي رائعه. تقدروا ديروا هذه الحليوه هذه اللي غنشارك معكم هكا للضياف ديالكم الا كان عندكم عيد الميلاد، الكوتي هكا للفطور. المهم نتوما تعرفوا ما ديروا بها. انا اللي عليا كنعطيكم الوصفه اللي كتكون ناجحه 100%. هنا كما كتشوفوا في هذاك البول راني درت 2 بيضات كبار بحراره المطبخ، واحد الكيس ديال الفاني، وغادي نزيد عليه كاس الربع ديال السكر ما يعادل 140 غرام. الناس ديما كنعطيكم في الوصفات ديالي بالغرام وبالكاس، اللي بغى شي حاجه يستعملها. كنطربوا مزيان البيض البنات مع السكر والفاني، وهذه العمليه ضروريه باش كيجينا الكيك خفيف ومهون، حتى كنحصلوا على ديك الخليط كيرجع ابيض. من بعد غادي نضيف كذلك كاس الربع ديال الزيت ما يعادل 150 مليلتر، وكاس ديال الحليب عامر ما يعادل 200 مليلتر. بالنسبه للزيت كنديروا غير كاس الربع. انا هذا الكاس عندي هذا ديال العنبه الكبير كياخذ 200 مليلتر. كندير بالنسبه للسكر كما قلت لكم الزيت كاس الربع والحليب كاس. ضفنا كذلك قبيصه ديال الملحه، ودابا غادي نضيف الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للقياس اللي دخل لي هنايا 2 كيسان اونس ديال العنبه ما يعادل 250 غرام. ضفت كذلك واحد 2 ديال الساشيات ديال الخميره الكيماويه. انا عندي هنا ساشي ديال 15 غرام، درت واحد. نتوما الناس ديال المغرب غادي ديروا 2. صافي غادي نخلطوا الخليط ديالنا مزيان. من بعد في اخر حاجه هي اللي واحد المعلقه ديال العصير ديال الحامض او الخل اللي عندكم استعملوه. كنخلط البنات هاد الكيك ديالي مزيان حتى ما كيبقاش فيه داك كويورات هكاك ديال الطحين. تحاولوا تاكدوا مزيان من هذه المرحله هذه، ومن بعد غادي تكبوا في واحد المول. انا غادي نستعمل هذا الاطار هذا اللي كيكبر وكيصغر. نتوما اي مول عندكم كيتحل من الجناب ديروه فيه. كندير الورق ديال الطبخ ودرت التفصيل اللي كيكون في الفران، وغادي نكب ديك الخليط ديالي. غندخل الكيك ديالي كيطيب على درجه حراره 180. كنشعل من الفوق ومن التحت تقريبا واحد 25 حتى 35 دقيقه كياخذ. هانتوما كما كتشوفوا الكيكه البنات كنخليوه كياخذ غير هذا اللون ذهبي خفيف، وما تخليوش يتحرق باش يجيكم هشيش وفتي. هنا غناخذ واحد السكين وغادي ندوزو من الجنيبات. صافي هنايا نتوما كما كتشوفوا الكيكه ديالي تبارك الله راه جايه باينه مفشفشه، كتجي رائعه. نتمنى تجربوها وتردوا عليا حتى هي في المقادير ان شاء الله. صافي هنايا كناخذ ديك الكيكه ديالي وغادي نقلبها في الطبق اللي غادي نقدمها فيه مباشره. كما كتشوفوا البنات راني قلبت الكيك، ما خليتش الوجه هو اللي درته من التحت، وكنرد ديك السيركل للبلاصه ديالو. كنزير مزيان باش ما كتخرجليش الطبقه الثانيه اللي غادي ندير. المهم البنات كنقلب الكيك ديالي مباشره، غادي نسقيه وغادي نخليه في واحد الجنيب كيتشرب ديك الحليب. هنا كناخذ 500 مليلتر ديال لا كريم فريش او الناطا. هنا كنستعمل هذه ديال ميركادونا، كتكون بارده البنات، وغادي نطربها مع واحد 3 المعالق كبار ديال السكر. هاد الحلوه البنات راني ما قلتلكمش في الاول غادي تكون بالنكهه ديال الكراميل. الناس اللي عزازين على النكهه الكراميل ما غتلقاوش ما احسن من هاد الوصفه. غادي نطرب مزيان هاد الناطا ديالي او هاد لا كريم. ومن بعد غادي نزيد 2 معالق من صلصه الكراميل. اي صلصه انا استعملت هذه جاهزه، الا عندكم هذيك اللي كتوجد في الدار حتى هي ديروها بحال. المهم غير باش كنعززوا ديك النكهه ديال الكراميل كتجي باينه في الكيك. كنولي البنات نطرب مزيان، واخا ما طربوهاش مزيان تتوقف ماشي ضروري، لان هاد الطبقه الثانيه غادي ندخلها للمجمد واحد 30 دقيقه تقريبا حتى كتشد راسها مزيان.
ضروري البنات فاش ديروا الكريمه حاولوا تبسطوا داك الوجه هكا من الفوق باش كيجيكم السطح متساوي بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا في الفيديو. دابا غادي نغطيها بواحد السلوفان، وكما قلت لكم غادي ندخلها للمجمد 30 دقيقه. هنا البنات من بعد ما دازت 30 دقيقه يعني ديك الطبقه الثانيه بردات مزيان، كندوزو نوجدو الطبقه الثالثه والاخيره. عندي 150 غرام ديال الشكلاط ابيض، واحد الياغورت حتى هو بنكهه ديال الكراميل. غادي نخلط هاد الشيء بجوج وغادي ندخلهم للميكرووند. الناس اللي ما عندهاش الميكرووند غادي تذوب الشكلاط هو الاول هكا حتى كيذوب مزيان، عاد كتزيدوا عليه داك الياغورت، كتخلطوا كل شيء وكديروا من فوق ديك الطبقه الثانيه ديال لا كريم فريش. البنات انا كنت مزروبه وباغيه نخرج وخصني نسالي لكم الفيديو، درت واحد الخطا نتوما غادي تشوفوه معايا، ان هذا الخليط هذا كبيته هو مازال سخون شويه. وبالنسبه كذلك الخطا الثاني انكم خصكم تكبوا الخليط في الظهر ديال المعلقه او سباتولا كما كنوريكم في الفيديو. ضروري البنات نتوما، انا بالعاني بغيت نوريكم هذا الخطا، يعني ماشي نوريكم غير الحاجه الزوينه، نوريكم ضروري حتى الاخطاء اللي كنوقعوا فيها حنايا اللي كنصوروا لكم الفيديوهات، باش نتيا اختي لا وقعتي في نفس الشيء نوبه اخرى ما تعاوديش. هذه هي الفكره اللي كنعطيك ديما البنات، حاولوا تخليوه حتى كيدفى شويه داك الخليط، عاد كبوه فوق السطح ديال الكيك على الظهر ديال شي معلقه. ولكن الحلوه البنات راه جات زوينه بزاف، خصوصا انا غادي ندرقها بهادشي اللي غادي نزين به كما كتشوفوا هاد الكرات ديال الشكلاط، يعني ما جاتش باينه تماما. صافي دابا غادي نخليو الحليوه ديالنا عاوتاني مره واحده اخرى في الثلاجه. انا هنايا خليتها ليله كامله، اولا كنتم مزروبين عليها من الافضل ديروها في الصباح وبحال دابا غتسربيوها في العشيه. على الاقل واحد 6 سوايع ضروري البنات تبرد لكم هاد الحلوه دي باش كتجي زوينه. وهذا هو الشكل النهائي البنات، نتوما كما كتشوفوا ديال لاطار ديالنا كتجي رائعه، كتجي ديك المذاق ديال الكراميل شي حاجه طوب. نتمنى تجربوا الوصفه وتردوا عليا في التعاليق، وكما جربتوها البنات ما تندموش عليها، غترجعوا مدمنين عليها. كما قلت لكم توجدوها في اعياد الميلاد لوليداتكم، كنتو غادي نضيف عند الناس، اي حاجه تقدروا توجدوا هاد الحلوه هذه. قبل ما غادي نشد الفيديو ضروري غنقسمها معكم باش تشوفوها كي جات من الداخل. كنقول لكم هنا الفيديو ديالنا كيتسالى. شكرا على التعاليق اللي كتخليو لي، شكرا للناس اللي كتضاف للقناه ديالي نهار بعد نهار، والى اللقاء في فيديو واحد اخر ان شاء الله.